وده البيان اللي أصدره المستشار القانوني والمحامي للفنانة شيرين عبد الوهاب المستشار ياسر قنطوش. بيقول فيه مفاجآت وهيكشف لنا فيه حاجات غريبة شوية. بيقول: نقلا عن الفنانة شيرين عبد الوهاب ورغم منها لبيان الحقيقة كاملة للرأي العام. هيوضح لنا بقى ايه الحقيقة، ويا ريت ما هيوضحوها اصلا. وتقييدا لما ورد من اشاعات واخبار على لسان مدير اعمالها المدعو ميمي فؤاد، برغم ان هي كانت بتشكر في مدير اعمالها ده جدا وبتقول ان هو احسن واحد دلوقتي، يعني على عايزين يوضحوا ان هو بيقول اشاعات يعني. الذي تم إنهاء عمله من جانب الفنانة، وده شيء غريب إن هي تنهي عمله لأنه كان بالنسبة لها يعني بتقول فيه قصائد. لعدم قيامه، هي أنهت عمله لعدم قيامه بالدور المطلوب منه. يعني أنا مش عارفة إيه الدور اللي كان مطلوب منه في الفترة السابقة. فإن الفنانة تعلن وتؤكد إن كل الأخبار المتداولة دي مجرد إشاعات مغرضة ولا أساس ليها من الصحة، وإن هي تعرضت لمؤامرة كبيرة أحد أطرافها شقيقها المدعو محمد عبد الوهاب وبعض المقربين ليها، حيث قام شقيقها بضربها وسحلها مستخدما سلاحا في مواجهتها لإرهابها. يعني هي بتقول إن هو استخدم سلاح وضربها وسحلها في مواجهتها لإرهابها وترويعها مع مجموعة من الأشخاص. إنه بقى يعني مصورة إن هو بلطجي وإن هو رايح يتهجم عليها هو والأشخاص اللي معاه، وسحلوها وضربوها، إنه فيلم عربي يعني. وذلك ثابت بتحقيقات النيابة العامة. أنا مش عارفة عملت التحقيقات إمتى، يعني بعد ما خرجت فائت بقى، بعد ما خرجت من المصحة يعني ولا إيه؟ حيث واجهت الفنانة له اتهام صريح بذلك، بالإضافة لاتخاذ إجراءات قانونية تجاه أخوها عن واقعة السب والقذف التي ذكرت على لسانه مع الإعلامي عمرو أديب. أنا عن نفسنا ما شفناش إن هو عمل فيها يعني لا سب ولا قذف، هو قال حقيقة. هي مش عارفة يعني هي عايزة تدخله في متاهات ليه. وتعلن الفنانة إنها لن تتوانى لحظة عن مقاضاة أي شخص كائنا من كان يسيء لها ولسمعتها. والله يعني أظن إن هي لو عايزة تنتقم من كل الناس وأخوها إن هي شايفاه ساء لسمعتها في وجهة نظرها. طب ما كان برضه حسام حبيب طلع وبرضه برنامج عمرو أديب وقال إن هو بكلامه على لسانه ودوت إن هو ده يتحمل مسؤولية بكده، إن هو بيقول إن هي كانت مدمنة، وإن هي إنه خيرها كتير ما بينه وما بين المخدرات، وإن هي في بعض الأحيان كانتش تبقى فايقة وإن هي كانت بتختار المخدرات. طب ما ماشي، ده أنت شايف إن أخوكي إن هو أساء لسمعتك ودوت وقال عليك اشاعات وسب وقذف وكده، طب ماشي، وانت مش هتتواني عن اي شخص كان بيسيء ليكي ولسمعتك. طب برضه حسام حبيب اللي انت شايفاه حبيب دلوقتي قوي كان بيسيء لسمعتك، فانت برضه ما تقاضيه بالمره. وان هي بتقول كمان في البيان ان هي كانت في ثقة في النيابة العامة والقضاء المصري في استعادة حقوقها، وما تعرضت له من مؤامرة مغلفة بدافع الأخوة والشفقة. والله الواحد حزين وهو بيقرا البيان ده فعلا، وده بعيد كل البعد عن الحقيقة، حيث ان هناك تقارير طبية في تحقيقات النيابة العامة. واحنا يا جماعة بعد البيان ده انا هصدر لكم البيان النيابة العامة ذات نفسها اللي هي بتتكلم عليه، حيث ان في تقارير طبيه في تحقيقات النيابه العامه تثبت صحه اقوالها، ان هي في هذه الفتره الحاليه متفرغه تماما لاعمالها الفنيه، تاركه امور التقاضي دي لمكتبنا، يعني مكتب المحامي بتاعها، بشأن متابعتها ومتابعة الإجراءات القانونية. وأخيرا تؤكد الفنانة إن هي خرجت من المستشفى بصحبة المحامي الخاص بها واستقلت معه سيارته وتوجهت إلى منزلها، ولا صحة لما يتم تداوله خلاف ذلك. هي قصدها على إن في ناس قالوا في صورة ان هي مع حسام حبيب في العربية، وان هو بعد ما خرجوا من المستشفى ان هي كانت معاه، وخصوصا ان في بعض الاقاويل اللي بتقول ان هو خروج شيرين عبد الوهاب مع المستشفى مع فنان كبير بيلمحوا لحسام حبيب، وان الصورة اللي طلعت دي لما خرجت من المستشفى. عشان كده ان هو البيان برغم ان هو يعني التكاية دي مش عارفة ليه مذكورة في بيان المستشار ياسر قنطوش، ان هو بيقول ان هي خرجت من المستشفى بصحبة المحامي بتاعها، يعني ده بناء على كلامها هي.
بصحبة المحامي بتاعها، وان هي ركبت معاه العربية. عايز تقول يعني ما ركبتش معاه حساب، ده ركبت معاه المحامي وتوجهت لمنزلها، ويعني ما راحتش على الفيلا اللي في الكومباوند اللي هي بتاعت ابن خالة حسام حبيب، ولا صحة لما يتم تداوله خلف ذلك. هنعرض بعد كده البيان بتاع النيابة العامة. طبعا يا جماعة ده صفحة النيابة العامة الموجودة ومتوثقة عشان محدش يشكك في مصداقيتها وان يقولوا دي صفحة متفبركة. لا طبعا دي صفحة زي ما انتوا شايفين متوثقة، وان النيابة العامة مهتمية جدا بالموضوع، لان شيرين عبد الوهاب قالت في البيان اللي فات ان هي تقارير طبية متوثقة في النيابة العامة. انا حبيت ان انا اعرض لكم زي ما عرضت بيان شيرين عبد الوهاب او البيان اللي اصدره المستشار المحامي بتاعها ياسر خنطوش، احنا كمان هنعرض بيان النيابه العامه. فالنيابه العامه بتحقق في البلاغ المقدم من محامي الفنانه شيرين عبد الوهاب المستشار ياسر خنطوش، وهو حيث تلقت النيابة العامة من وكيل الفنانة شيرين عبد الوهاب بلاغ بتهجم شقيقها وآخرين عليها داخل مسكنها، وان هي اصطحبوها لاحدى المستشفيات الصحة النفسية لادخالها بها عنوة على اثر خلافات بينهم، وقدم صورة ضوئية بتحمل رقم الملف الطبي باسم موكلته والمنسوب صدوره للمستشفى المذكورة. وفي ضوء هذا البلاغ سألت النيابة العامة مدير عام المستشفى والمدير الفني الطبي بها، واللذان تناقضت شهادتهما مع ما ورد بمضمون البلاغ، وعلى ذلك فإن النيابة العامة تسعى باستكمال تحقيقاتها إلى جلاء الحقيقة فيها، وتهيب بالكافة الالتزام بما تعلنه وحدها من بيانات رسمية بها. طبعا البيان موضح جدا على أنا حسب ما وصل لي ان هي بيوضحوا ان طبعا المحامي اتقدم ببلاغ، وان البلاغ ده مفاده او محتواه ان هو ان شيرين بتتهم اخوها للاسف يعني ان هو اتهجم عليها في شقتها جوه شقتها ومعاه ناس تانية، وكان معاهم طبعا هي ذكرت ان كان في معاهم سلاح وكده. المهم ان هم اصطحبوها يعني عنوة وبالعافية كده زي ما بيقولوا لاحدى المستشفيات الصحة النفسية، ودخلوها غصب عنها على اثر خلافات ما بينهم. هي مش عايزه كمان توضح ان هي علشان كانت في حاله مخدرات او كانت بتشم او حاجه، لا هي بتقول علشان كان في خلافات فهم دخلوها غصب عنها. طب انا عايزه اسالها سؤال، هو انت يا استاذه ازاي هيدخلوكي في المستشفى ومستشفى كده وخصوصا ان انت فنانه مشهوره وان كل حركه هتتعمل محسوبه عليهم وممكن يروحوا في داهيه، فازاي هيدخلوكي المستشفى وانت اصلا هيكشفوا عليكي لو ثبتوا ان انت مفيش اي مخدرات في دمك ولا حاجه، ان انت طبعا ما ينفعش ان انت تقعدي مش يوم دقيقه واحده جوه المستشفى. فازاي يعني؟ فانت عايزه تقنعيني ان انت قعدتي كل الفتره دي جوه المستشفى حتى لو بالايام وانت ما لقوش في دمك نسبه من المخدرات؟ يعني ازاي؟ طبعا ده يروحوا في داهيه لو عملوا حاجه كده. فانت ما تقوليش ان خلافات ما بينكم انت واخوكي فراح عمل الحركه دي، وخصوصا ان والدتك السيده المحترمه ان هي مش هتطلع تفضح نفسها وبنتها واخوها وكده علشان مجرد خلافات، ما انت بنتها وهو ابنها، فازاي يعني هي مش هتطلع بعد العمر ده كله ان هي تكذب؟ وخصوصا المهم يعني ان في البيان النيابه بيقول ان المحامي قدم صوره ضوئيه بتحمل رقم الملف الطبي لشيرين عبد الوهاب باسم موكلته والمنسوب صدوره للمستشفى. قدم بيان طبي يعني الملف الطبي بتاعها اللي فيها كل معلومات او الحاجات اللي بتشمل بها شيرين عبد الوهاب لما دخلت المستشفى. وبيقول في بيان النيابة ان في ضوء البلاغ ده النيابة سألت مدير عام المستشفى وكمان المدير الفني الطبي في المستشفى، واللي يعني الغرابة ان تناقضت شهادتهم مع ما ورد بمضمون البلاغ. يعني اللي انا فهمته ان شهادة مدير عام المستشفى والمدير الفني الطبي في المستشفى شهادتهم اتناقضت او كانت عكس ما جاء في مضمون البلاغ اللي اتقدم بيه المحامي الفنانة.
وعلى ذلك فإن النيابة العامة هتسعى باستكمال التحقيقات، لسه التحقيقات شغالة، وعلشان تظهر الحقيقة، وهتهيب بالكافة. يعني عايزة تقول للجميع إن هي لازم يلتزموا باللي هتعلنه النيابة وحدها بس من بيانات رسمية هتصدر من النيابة العامة، علشان ما مش كل واحد يفتي ولا يقول كلمة من عنده. البيانات اللي هتطلع من الصفحة الرسمية للنيابة العامة، وهي دي البيانات الصحيحة.